ترتيب الدوري الاسباني بعد نهايه الجوله ال15، وزي ما انتم شايفين دي نتائج الجوله. اهم النتائج يعني فيا ريال بيفوز بالثنائيه، برشلونه بيفوز بالخماسيه، اتلتيك مدريد بيخسر من اتلتيك بلباو ودي مفاجاه بالنسبه لي، وكمان ريال مدريد بيخسر من سالتا فيجو في مباراه الانذارات والطرود. ليصبح الترتيب كالتالي زي ما انتم شايفين: برشلونه على القمه بفرق 4 نقاط كامله، ف 4 4 4 ليلتنا حلوه مربعه. ريال مدريد بيبقى 36 نقطه وفاضل على الحلو نقطه عن فيا ريال. وللمعلومه فيا ريال معاه مباراه زياده، ريال مدريد وبرشلونه لعبوا مباراه زياده، فمعناه لو فيا ريال كسبت المباراه تبقى التاني وفرق نقطتين كاملين عن ريال مدريد. لا ده الموضوع كبير قوي، وفرق نقطتين بس عن برشلونة. لا شكله الدوري ده ممكن يروح لفيا ريال ولا ايه؟ اما اتلتيكو من ساعة ما خد الهزيمة من برشلونة وهو بيصوت حيالي. في صراع الهدافين البيه ابن بيه كيليان امبابي ورا توريس والليفا ليفاندوفسكي، صراع جامد جمدان. هتقول لي فرق كبير، هقول لك اكتوبر اللي جاي جامد جمدان. شفت بقى صراع ملوك الاسيستات؟ يامال، مية، راشفورد، جولر، فارجاس، يا نهار ابيض. مهم لايك وكومنت وشير كتير. شايف الدوري الاسباني السنه دي برشلوني، ريالي، وممكن فيا ريال؟ خلص الكلام، سلام.